لان المغاربه فاش طاروا اش داروا؟ قتلوا عمر بن عبد الله المرادي اللي هو عامل عبيد الله بن الحبحاب في طنجه، وقتلوا اسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب الذي كان قد اتجه الى منطقه السوس. لان ميسره دابا اصبح هو الخليفه العباسي. المغرب ولا مستقل دابا على المشرق في 122 هجريه، سالينا داكشي. دابا بداو تيجيشوا الجيوش باش انهم يضربوا المغرب. وولى بن الحبحاب على عسكر افريقيا واشرافهم ووجوههم خالد بن ابي حبيب الفهري، فاقتتل معه قتالا شديدا لم يسمع قط بمثله، ثم انصرف ميسره الى طنجه. هنا ميسره بغى يدير واحد التكتيك، بغى ينسحب. عندما انسحب انكر عليه المغاربه ذلك فعزلوه وقتلوه وولوا عليهم خليفه جديد. قال الرقيق القيرواني: وكان ميسره قد تسمى بالخلافه وبويع عليها، يعني كان خليفه، فقتلوه وولوا امرهم بعده خالد بن حميد الزناتي. خالد بن حميد الزناتي هو اللي اصبح خليفه بعد ميسره المدغري، وهو الذي سيقود الحرب ضد جيوش عبيد الله بن الحبحاب التي ارسلها من افريقيا. فالتقى خالد بن ابي حبيب بالبربر، فكانت بينهم قتال شديد، فبينهم كذلك اذ غشيهم خالد بن حميد الزناتي المغربي هذا من خلفهم بعسكر عظيم، فتكاثرت عليهم البربر فانهزم العرب. وكره خالد بن ابي حبيب هذا اللي جاي من تونس ان يهرب، فالقى بنفسه هو واصحابه الى الموت انفه من الفرار، فقتل ابن ابي حبيب اللي جاي من تونس ومن معه حتى لم يبقى من اصحابه رجل واحد. فقتل في تلك الوقعه حماة العرب وفرسان وكماتها وابطالها، فسميت غزوه الاشراف. يعني هنا العرب اللي كانوا في المغرب كلهم قتلوا بجريرتهم، قتلوا. ما باقيش شي واحد عربي في المغرب بعد 122 هجريه. هذا هو التاريخ اللي كاين في المصادر. حنا دابا ما تنجيبوش لكم شي حاجه الاخوه اللي ما كايناش، هادشي هي اللي كاين في المصادر. فانتفضت البلاد. يعني صبحت عندنا في المغرب واحد الانتفاضه، معناها واحد المزاج عام عند المغاربه اللي هو الثوره ورفض كل ما ياتي ومن ياتي من المشرق، لانهم راوا في المشارقه انهم اتوا فقط للسبي ولجمع الاموال. فانتفضوا انتفاضه عارمه وطردوهم الى غير رجعه، وجعلوا على انفسهم اي المغاربه خليفه اللي هو ابن خالد الزناتي. ايوا الامر سيبلغ ان الخبر نما الى هشام بن عبد الملك، وهشام بن عبد الملك هو خليفه بني اميه انذاك. فاشتط غضبا. قضيه كبرات دابا راه تجاوزات الولي. دابا كنا تنلعبوا مع الولي، مع العامل قتلوه في طنجه، جينا تنلعبوا مع الولي اللي كاين في تونس. قال دابا مع الخليفه. القضيه دابا كبيره. الخليفه اسمع الخبر، هو يقول لهم: والله لا اغضبن لهم غضبه عربيه ولا ابعثن لهم جيشا اوله عندهم واخره عندي. الاخوان الكرام، اذا تاملتوا في هذه القوله فيها قمه العنصريه. والله لا ابعثن لهم جيشا عربيا. لماذا قلت جيشا عربيا؟ لماذا قلت جيشا عربيا؟ والله لا ابعثن لهم جيشا وكفى. ولكن ان تقول والله لا ابعثن لهم جيشا عربيا، فمعناه انك تتحدث بمنطق العصبيه القبليه، بمنطق العنصريه. وتقول ابن عذاري في الجزء 1 صفحه 842: ولما بلغ هشام بن عبد الملك انتفاض البلاد الغربيه والاندلسيه، بعث كلثوم بن عياض هذا الى افريقيا. كلثوم بن عياض كان هو القائد، بعثه الى افريقيا اللي هي تونس، وعقد له على 12,000 من اهل الشام. 12,000 من اهل الشام، عقلوا معي على الارقام. 12,000 من اهل الشام. وكتب الى والي كل بلد ان يخرج معه بمن معه، فصارت عمال مصر وطرابلس وبرقع معه حتى قدم افريقيا في رمضان سنه 23 و100. شحال انطلقوا الاخوان من دمشق من الشام؟ 12,000. وعندما وصلوا الى المغرب وصلوا 30,000 بما اجتمع لهم من جيش مصر وطرابلس وافريقيا، ووصلوا للمغرب 30,000 جيش جرار. شنو هو باش ينفذ تلك الغضبه تاع هشام بن عبد الملك؟ والله لا اغضبن لهم غضبه عربيه ولا ابعثن لهم جيشا اوله عندهم واخره عندي. هذيك اوله عندهم واخره عندي شنو المعنى نتاعها؟ معنى بغيت نبعث لهم جيش وبغيت نعاود نبعث لهم جيش وعاود نبعث لهم جيش حتى نقاضيهم. يعني بغاو يقاضيونا. هذا راه هو التاريخ تيتكلم. انا ما تنقولوا هذا راه الروايات الاخوان. يعني بغاو يقاضيونا الاخوان. راه ديما تنقول لكم المغربي اخو المغربي، وحنا الجبهه الداخليه خصنا نقويوها كيف قال صاحب الجلاله. وسالينا ديك الهضره نتاع اننا نبقاو نتجهوا لديك الجهه. هذا هي الحقيقه. عرفتي مشيتي فيها. الحمد لله كان المغاربه اشاوس فوقفوا وقفه رجل واحد وصدوا العدوان. يقول ابن عذاري: ولما قدم كلثوم على وادي سبو وهو في 30,000 من سائر العرب. 30,000 من سائر العرب. 30,000 راه جيش جرار، راه مدينه. راه كاين الان مدن مغربيه فيها 30,000 مدينه. وكشفت خيل العرب خيل البربر، ثم انكشفت خيل البربر ورجالتهم كلثوما واصحابه، فقتل كلثوم هذا القائد نتاع الجيش الاموي، وحبيب بن ابي عبده، وسليمان بن ابي المهاجر، ووجوه العرب. فكانت هزيمه اهل الشام الى الاندلس، وهزيمه اهل مصر وافريقيا الى افريقيا. لاحظوا شنو هذه في 123 هجريه 741 انهزم الجيش الذي ارسله هشام بن عبد الملك. فالذين اتوا من الشام فروا الى الاندلس. من بقي منهم ومن بقي من الجيش اللي هو 18,000 الذين قدموا من افريقيا ومن مصر فروا الى افريقيا. ديك 12,000 اللي ارسلها هشام بن عبد الملك وكانت هي الجند ديال سميتو الامويين، اغلبهم توفي هنا في المغرب وبعضهم انتقل الى الاندلس. معناه ان بني اميه ما بقاتش عندهم الحاميه في الشام. هادشي فاش حدث سنه 123 هجريه. وندم هشام بن عبد الملك ندما كبيرا
وشوفوا واش قال هنا في كتاب أخبار مجهولة صفحة 40 41 لكاتب أندلسي عاش زمن حكم أموي الأندلس وهو مصدر قديم. يقول: فلما انهزم أهل الشام وأتت هزيمتهم وقليل من فلهم الشام عظم ذلك على هشام وأهل الشام وندم على إخراج أهل الشام وأن لم يخرج معهم أهل العراق أو غيرهم لئلا يؤتى جيشه من قلة. يعني هشام اش قال؟ ندم علاش ما رسلتش جيش العراق مع جيش الشام باش نقضيو على المغاربة لكي لا يأتون من قلة. ندم. ومازال هنا تيقول: ثم حلف، هذا هشام، لئن بقي، يعني لئن بقي بقى في الحياة ليخرجن إليهم 100,000 كلهم يأخذوا العطاء. يعني غادي نجمع 100,000 وكل ما نعطيهم العطاء ورسلهم للمغرب، ما باقيش غادي يبقى 100,000. خيرة الرجال تاع مرسل من المغرب هلكوا. ثم ليخرجن حتى إذا لم يبقى غير نفسه وغير بنيهم أقرع بينهم وبينهم ثم أخرج نفسه إن وقعت عليه القرعة. قال حتى بقيت غير أنا ولادي ندير القرعة ولا جات فيا القرعة باش نخرج نمشي نحارب المغاربة، نخرج حتى نحارب المغاربة. هذا بزاف. واش فهمتوا؟ لأنه أبو يقاضيونا، هذا هو الواقع الإخوان. يعني بغاو يقاضيونا، هادو بغاو يقاضيونا. هذا هشام هذا كعا وبغى يقاضينا. كون عنده 100,000 نتاع الجيش كلهم بغى يعطيهم العطاء باش يرسلهم للمغرب ياكلوه، وإلا بقى غير هو وولادو يجيو سميتو ويجي هو يحارب المغاربه به. باش تعرفوا الإخوان، أولئك الذين صدعوا رؤوسنا. كل مرة يطلع شي واحد تيقول لك: ايوا انتم راكم عنصريين، انتم راك سميتو. لا، حنا راه ماشي عنصريين، حنا وطنيون، حنا تندافعوا على بلادنا، على تاريخنا، على خصوصيتنا، على هويتنا. هادشي اللي كاين. حنا ما ظلمنا حتى شي واحد، حنا ما مشيناش لدمشق وبدينا تنحتلوا فيهم. حنا عندنا الارض نتاعنا وغزات جاو تردوا الغزات تنجريو عليهم تندافعوا على الارض نتاعنا وخصوصيتنا وكفى. الا كانت هذه عنصريه والمغاربه تيشوفوا هذه عنصريه، هذه راه قمه المدله. الذين يرون الامر هكذا يتهموننا بالعنصريه فانهم يتهمون انفسهم كذلك، وهذه قمه المدله. وهذا الخطاب خصنا نتراجعوا عليه ونعتزوا شي شويه بنفوسنا وبالامجاد وبالبطولات نتاع جدودنا اللي حافظوا على الاستقلال نتاع هذه البلاد وبالخصوصيه نتاعو. اذا لاحظتوها الاخوه الكرام، هذه الهزيمه تمت سنه 123 هجريه. متى انهارت الامبراطوريه الامويه؟ في 132 هجريه، يعني بعد 9 سنوات من هزيمه جيش هشام بن عبد الملك امام المغاربه وفناء حاميته وفناء جنده. 9 سنوات، وهذيك 9 سنوات كلها كانت أزمة عاشتها الإمبراطورية الأموية قبل انهيارها بشكل تام سنة 132 هجرية. من هذيك المعركة هلكوا هلاكا المغاربة، هم الذين تسببوا في انهيار الإمبراطورية الأموية.